أكثر من 300 مكتتب في صيغة عدل لسنة 2001-2002 استلموا اليوم مفاتيح شققهم ببلدية حاسم ماج في ثاني عملية توزيع لسكنات عدل واحد بولاية مستغانم. رانا في 15 عام وحنا نقارعوا لهذه اللحظة، والحمد لله يا ربي يفتح علينا بفضل ربي سبحانه والدولة تاعنا ثاني. سكنة شابة بزاف في المستوى المطلوب. الانسان يقدر يعيش دينيومون، سي ان ابارتمون الانسان يقدر يعيش به بكل كرامه. جو تري تري كونتونت، سي ان سونتيمون اللي ما نقدرش نوصفه لك. كيما كونطون عطاني افطروها كلشي كوزينه دو بياس، كوزينه وصاله، والحمد لله على كل حال. كي ولادي راهم فرحانين، هذه هي اللي كنت نقرا عليها في شحال، وان شاء الله اللي ما داش ان شاء الله هما ثاني يدوا. احنا اولا نقولوا هذا برنامج فخامه رئيس الجمهوريه اللي عطاه لولايه المستغانم، وحنا ما علينا الا نحققوه ونفرحوا هذه العائلات اللي صبروا اكثر من 15 سنه، واليوم هذه باش نتهناو من عادل واحد وسنه 2001. بهذا تكون مستغانم انتهت من عملية توزيع الحصص الخاصة بمكتتبي عدل واحد، وستدخل مباشرة في الأشهر القادمة في توزيع سكنات عدل 2. الموقعين اللي كان فيهم 254 سلمت و338 سلمت من مجموع مكتتبي عدل واحد اللي هما 408، وبهذا الشكل ان شاء الله نطويهم ملف عدل واحد. المشاريع راهي دائما متواصله في طور الانجاز بنسب جد متقدمه، ونواصل ان شاء الله التوزيعات الى غايه نهايه السنه. 2016 ستكون سنة حصاد في مجال قطاع السكن بالولاية، حيث ستتواصل عمليات التوزيع لأكثر من 3000 وحدة في مختلف الصيغ.